ماذا تنصح الذي تحدث له نفسه أن يتزوج عدد من النساء؟ وش أهم التوجيهات لك من الحين إلى يذن المغرب؟ أهم شيء لا يزيد عن 4. أنصح من التجربة، وقد قلته لبعض المشايخ، قلت يا أخواني يكفي الناس اعتبار بين اللي يعدد يا أخواني، إن لا يعدد الشباب، انصحوهم وقولوا كما في الشكل رقم 1: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى مصائب قوم عند قوم فوائد. أما يا أخي تفتح بيتين وثلاجتين وسيارتين وتملي الغرف من هذا البزارين، الله أكبر، كانوا يظهرون صلاح الدين الأيوبي الآن كلهم، والله إن يمسك أولادنا على الفراش يا أخواني يصلوا، يا ابن حبيبي يصلي بجنب الفراش. قلت زين، وتعرف وبيأخرون، يقول الشيخ سعد والله لو انتظرتم ما أصلي مع الناس، أقعد أسحبهم من على الفرش يصلون، غسلوا وجيهكم، وأقعد غسالة كذا، غسلت توضأت يا عبد الملك أيضا توضأ، يا عبد العزيز قم توضأ. وأنا يا شيخ والله إني جربت كل زواجات من حولي، ما أنا اللي أعرف يا أخي، منها يا شيخ يبغى لها رعاية الأطفال ما رعوا لأنهم مشغولين، ومنها حقوق المرأة ما قاموا بها، ومنها أيضا المصاريف، ونحن في زمن يوكل فيه الشحيح ويطبخ فيه المليح ولا يسمع فيه للصحيح ولا ينتبه العقل الرجيح في هذا الزمن، فهو زمن ويكثر فيه الفحيح. ولذلك من عقل ابن تيمية أنه ما تزوج غفر الله له. وفي أمر آخر إن كل عظيم وراه امرأة عظيمة، وكل فاشل وراه امرأتان، الله يتقبل. سألوا بعض الناس أمك حية؟ قال حية ترزق. قالوا وزوجة؟ قال حية تسعى.